كانت قيمة كل يد من أيدي الأعداء تساوي وزنها من الذهب، لكن انشغال جيش تحتمس بالنهب أتاح للعدو فرصة تنظيم صفوفه بأمان خلف أسوار المدينة. لم يكن أمام المصريين سوى الحصار والانتظار. لم يأمر بالهجوم على المدينة، لأنه عندما استولى على مخازن المؤن الغذائية أعلن نيته تجويعهم وليس الهجوم عليهم والاستيلاء على المدينة بالقوة. خلال الأشهر السبعة التالية، وبينما كان أمراء ماجدو يعيشون أياما بائسة وسط معاناة الجوع، غزت حتمس ورجاله ريف المدينة، وفي النهاية استسلمت ماجدو. بعد مئات السنين، عندما ذكر أحد المؤلفين معركة يوم الحساب، أشار إلى أنها ستدور في ماجدو. على جدار معبد الكرنك سجلت الرسوم الغنائم الضخمة التي حصلوا عليها. Living prisoners 340. Chariots of his wretched army 892. Cows 1929. Male and female slaves and their children 1796. Walking sticks with human heads. النصر وغنائم الحرب، كل ذلك جعل طيبة واحدة من أعظم مدن العالم القديم. أعاد الفرعون معه أبناء الأمراء المنهزمين من أجل تعليمهم وتطبيعهم بالحضارة المصرية. كانوا سيترعرعون في مدرسة مصرية ويتعلمون فيها اللغة المصرية كما فعل البريطانيون في الهند عندما أخذوا أولاد المهراجة ووضعوهم في المدارس العامة في إنجلترا، وبذلك أصبح هؤلاء الأمراء أنصاف مصريين. في نفس الوقت كانوا رهائن. عندما كان يشيخ آباؤهم كانوا يرسلون لتولي الحكم بعدهم بعد تطبيعهم كليا بالحضارة المصرية وسلوك شعبها. في النوبة قفزت حتمس قفزة أخرى إلى الأمام. نصب نائب الملك على بلاد النوبة. كان يدعى نائب الملك مراقب بلاد الذهب، وهكذا أمن الطرق الحيوية التي توصل كل الذهب الذي يحتاجه الإمبراطور في مصر ليحكم إمبراطوريته. أسست حتمس الثالث إمبراطوريته وأعطاها حكما قويا. أصبح الآن يسيطر كليا على الجنوب حتى السد السادس، كما تحكم بالمنطقة الشرقية وسوريا وفلسطين وقسم من العراق، وبذلك أصبح العالم بأكمله تحت حكم طيبة، أي تحت سيطرة هذا الفرعون. عزا كل هذا النجاح إلى إله واحد. كانت حتمس يشكر إلهه آمون را. كانت أول مهمة للفرعون عند عودته من مجدو مهيبة، حيث اقترب من المعبد الداخلي. قدم العطايا والهدايا لإلهه الذي كان السبب في نصره. إنه الإله الذي وهبه الإمبراطورية وفقا لمعتقده. ادعت حتمس أن إلهه كلمه. I gave you valor and victory over all lands. I set your might, your fear in every country, that you may lead the living forever. عاد الفرعون إلى الوراء، ثم رش الرمال على الأرض ليخفي آثار قدميه، وتأكد من عدم دخول أي شخص آخر في حضرة إلهه. ثم خرج بعد أن باركه آمون إلى إمبراطوريته الجديدة. قبل 100 سنة من ذلك التاريخ كانت مصر على حافة الانهيار، لكن خلال نهاية حكم تحتمس سيطرت على بلاد النوبة وسواحل سوريا ولبنان وعلى أجزاء من فلسطين. وصل المصريون إلى مناطق لم يتخيلوا أنهم سيصلونها.
أصبحت أكبر إمبراطورية على الإطلاق، وكانت تحت حكم فرعون واحد. It is ruled by one king. أصبحت ثروات العالم كلها تنصب على مصر وبأيدي الفرعون. كان أغنى رجل في العالم وحاكم أعظم إمبراطورية. كانت المحاولة الأولى في التاريخ لبناء دولة واحدة تضم أمما وبلادا متعددة وتعتنق ديانات وعقائد مختلفة وتعيش بين عادات ولغات وحضارات مختلفة. لم يعرف أحد هذا المفهوم في تاريخ البشرية من قبل. وهكذا ولدت الإمبراطورية المصرية ليطرح بعدها السؤال المهم، وهو: ماذا كان سيصنع الفرعون بإمبراطورية الذهب هذه؟